المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أهلا وسهلا بك سيد منصور. ما رأيك فيما حصل؟ أنا بس معترض على اللي بيقوله كابتن نادر. القاضي هو الجلاد. عمر ما القاضي يا نادر بيبقى جلاد. إيه قاضي؟ القاضي هو القاضي. لكن القاضي هو الجلاد. دي فين؟ أنا طيب عايز أعرف فين. ربما إذن من المسؤول عما حصل؟ لا، اللي حصل بالظبط ده خطة مدبرة للإساءة لمصر وتشويه البلد. من دبر هذه الخطة؟ من تقصد سيد مرتضى؟ الدليل على كده ان الاذاعه البريطانيه مهتمه. ده الدليل على ذلك. بص يا فندم، البلد يعني هل تتهم بريطانيا بما حصل؟ نعم. تتهم بريطانيا؟ لا، بقول لك انها مهتمه. لماذا ربطتها بموضوع ان هناك من يدبر لهذا الامر؟ من يدبر لهذا الامر؟ اقول لك يوم ما اعلن فتح باب الترشح للانتخابات المصريه الاستحقاق الثالث من خارطه الطريق. انت عارفه خارطه الطريق 3 استحقاقات بعد عزل مرسي وطرده هو وعصابته. الاستحقاق الاول هو دستور، ثم انتخاب رئيس جمهوريه، ثم انتخابات نيابيه برلمانيه. يوم ما اعلن خلاص المحطه الاخيره، حصلت مكسيفه في ماتش الاهلي والزمالك، ولادنا الضباط والعساكر قاعدين بيتفرجوا على الماتش، فجروهم الخونه المجرمين. من الالتراس؟ نعم. الالتراس هم المسؤولون؟ لا، انا بتكلم على اللي فجروا ولادنا في سينا. صرح 10 ايام. نعم. بصراحة أكثر، من تتهم بأحداث الملعب اليوم؟ أكمل لك. ما أنا هكمل لك. هو أنا واحدة افتيني واحدة بس يعني. تفضل. أدي واحد. 2، النهارده من أول يوم في تقديم المرشحين لأوراق الترشيح، فكان لازم نتسجل كارثة بالليل. الدولة سمحت ب 10,000 متفرج. سلمتني أنا كرئيس نادي الزمالك 10,000 تذكرة. قالوا لي تبيعهم، توزعهم، تهديهم. فانا طلبت الولاد كل الشباب، اديت 5,000 تذكره هديه، وبقيت اقول اي شاب عايز يدخل ايا كان انتمائه التراس او غير التراس، اسمه جمهور الزمالك، يتفضل ياخد تذكره هديه. طيب كيف وزع ازيد من 10,000 دعوه؟ ولا تذكره بقول لك ايه؟ ولا تذكره زياده. انت بتكلم مرتضى منصور. طيب بغض النظر سيادة المستشار، الأخبار تتنبأ أو تقول بأن أكثر من 10,000 تذكرة وزعت على الجمهور. أنا اللي بقول لك كلمة بعدها باحترام. سيدي لو سمحت أخفض صوتك. أنت في قناة محترمة، أرجوك أخفض صوتك. أنت شغالة على إخوان المسلمين. أخفض صوتك. أنا لا أشتغل لا مع الإخوان ولا مع غيرهم. أرجوك أخفض صوتك. نحن نتيح لك الفرصة حتى تعبر عن رأيك. تفضل سيادة المستشار. اتعلمت تسمعي. سيدي الكريم، أنا أسمع ومن حقي أن أسألك عندما أشعر أنه يجب أن أسأل وعندما يجب أن توضح. بصي، لا أرجوك تكلم بهدوء سيادة المستشار. صورتك الآن تنعكس على الشاشة. بصي، أنا لما بكلمك تصدقي اللي أنا بقوله. أنا ما أعرفش أكذب. هلا أنا حرة أصدق أو لا أصدق. المهم أننا سننشر رأي سعادتك. التصديق متروك للمشاهد ولتقييمه. تفضل سيادة المستشار، عبر عن رأيك. لا متروك. لا متروك ربنا. أنا ما عنديش علاقة بالمشاهد. بصي، اللي حصل بالظبط ان حضرتك لما بتوزعي التذاكر في دفتر، في كعب دفتر، خلاص؟ الكعب دوت انا بحتفظ بيه. ما اقدرش اوزع تذكره زياده لسبب بسيط جدا. هذه التذاكر تم طباعتها بكافه الشرطه في مطبعه سريه. ما اقدرش اوزع تذكره زياده. خلي بالك. طيب من المسؤول؟ طيب خلص عرفنا منك قصة 10,000 تذكرة وسنحتفظ بهذه الرواية التي تفضلت بها سيادة المستشار. من المسؤول عن الدماء التي سالت اليوم؟ أكمل لك بقى. أعطيني إجابات مباشرة سيادة المستشار، أعطيني إجابات مباشرة. كل اللي خد التذكرة دخل بيها المدرج. اللي حصل بالظبط إن في 200 بلطجي، يعني 200 بلطجي مسؤولين راحوا ناموا قدام أتوبيس اللعيبة لمدة ساعة ونص عشان اللعيبة ما توصلش للاستاد. ورقة السيدة وكانت لسه معاك يعرف إن ده إجراء
يعني ايه مع عصابه اجراميه تنام قدام الاتوبيس لمده ساعه عشان يعملوا الاستاد؟ خلاص. انا بقى وقفت قدام الاستاد، دخلت الجماهير، انا اللي كنت بدخلهم. الشرطه لم تطلق طلقه واحده، انا اللي بقول لك طلقه واحده، وده فيلم معمول. طيب كيف مات هؤلاء امام المشرحه فيه 19 جثه او 29 جثه؟ لا انت تقدري تقولي كيف ماتوا ولا انا، لان في نيابه عامه محترمه بتحقق، وفي كاميرات صورت كل شيء. الاستاد كان محاط بالكاميرات، وهذه الكاميرات سيتم تفريغها. انما احنا مش كل حاجه للاسف الشديد يقول لي 67 واحد مات و67 واحد مات. واخد بالك؟ اللي عمل المجزره بتاعت اللي عمل مجزره سينا من 10 ايام مشاهده. طيب ومجزره بورسعيد، ومن عمل مجزره بورسعيد؟ ايوه. أليس هو المسؤول؟ ألا يمكن أن يكون هو المسؤول بشكل أصح على مجزرة الملعب اليوم؟ مجزرة سيناء تختلف كليا عن مجزرة بورسعيد ومجزرة الملعب اليوم سعادة المستشار. طيب بصي، أنا ما أقدرش أتكلم عن مجزرة بورسعيد لسبب بسيط جدا، إن دي قضية منصوصة أمام القضاء الآن، فما أقدرش أتكلم. أنا راجل قانون وبحترم القانون والقضاء، ويعاقب كل من أذاع أمورا من شأنها التأثير على القضاء. فلو قلت لك دلوقتي إن مجزرة بورسعيد اللي ارتكبها الإخوان المسلمين يبقى أنا بظلم. فقط أريد أن أذكرك بنقطة مهمة جدا ضمير الإعلامي يتوجب علي أن أذكرها بما أنك ذكرتها، وقلت إنك وزعت 5000 تذكرة من مجموع 10,000. على من وزعتهم سيدي؟ أليس هذه التذاكر من حق ناس آخرين؟ لا، أنا وزعت 5000 دعوة مجانية، والنادي باع 5000. خلي بالك. طيب نص المجموع توزع هدايا؟ وكنت اوزع ال 10,000 لو كان الشباب جه خد، لكن اخر تذكره في ال 5000 انت عندنا 5000 تانيين ونحط عندنا 10، فاضطريت ابيع ال 5000 التانيين لاعضاء النادي العاملين، اعضاء الجمعيه العموميه. على كل التحقيقات وربما تسريبات أخرى قد تتحدث عن الأرقام الصحيحة. عزيزي، لا أريد أن أذهب بالموضوع إلى أبعد من ذلك. ربما تسريبات أخرى عن القضية. الإعلام لا يخفي شيئا، لا يمكننا أن نخفي شيئا عن الإعلام. شكرا جزيلا سيادة المستشار مرتضى منصور على وجودك معنا في هذه الحلقة.